بتبدأ القصة عن قصة مرعبة عن الجن العاشق الإثارة والرعب. نقدم لكم اليوم قصة أصوات المقبرة، قصة واقعية عن الجن. فكثيرا ما يربط الناس بين المقابر وجود الجن والعفاريت، خاصة في القرى والأرياف التي يسودها الهدوء، يسكنها الظلام ليلا. في إحدى القرى الصغيرة التي لا يتجاوز عدد سكانها 200 شخص، يسكن علاء، ذلك الشاب الذي يعود من عمله ليلا باستخدام دراجته البخارية. وذات يوم تأخر علاء قليلا في العودة إلى المنزل حتى نصف الليل، حيث لا يوجد بالشوارع سوى الحيوانات الضالة التي تعبث في القمامة من كلاب وقطط وغيرها. لا يوجد أي مصدر للإنارة بالشارع الذي يصله إلى المنزل. هدوء تام يخيم على طريقه. وفي ظل هذه الأجواء مر علاء بجوار مقابر بتاعة البلد اللي هو عايش فيها، مقابر البلدة الكبيرة. وهنا بدأ يسمع أصوات لأغاني صاخبة وضحكات وزغاريت عالية، أشبه بوجود فرح داخل المقابر. وبتركيز قليل استطاع علاء أن يجد ويحدد مكان الصوت الذي بدأ له مألوفا، كأنه لأشخاص يعرفهما من قبل. بالفعل توصل خلال ثواني معدودة إلى أن هذا الصوت لسيدة منسية كانت تسكن القرية، وعلاء كان يعرفها جيدا لأنها تسكن بجوار منزله. بدأت التخيلات السيئة تسيطر على عقل علاء، فارتعش جسده من الخوف، وسرعان ما تخلل الرعب إلى نفسه. اقترب علاء من باب المقبرة بحذر وألقى نظرة بداخل ليحاول استكشاف ما يحدث بالداخل، إلى أنه لم يستطيع الوصول لشيء. حاول أن يحدث نفسه عن أن ما قد سمعه ليس سوى تهيؤات ليس لها أساس في الواقع، وأن ظلمه الليل والهدوء قد أدخلها الرعب في قلبه. استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وأغلق باب المقبرة. استقل علاء دراجته ليكمل الطريق إلى المنزل، وما هي إلا دقائق حتى سمع تلك الأصوات تعود من جديد بنفس الصوت والشدة وعلوها. وعلى الرغم من الخوف الشديد الذي دب في جسد علاء، إلا أن فضوله وحب استطلاعه قضاه إلى العودة من جديد للمقبرة. فعاد علاء إلى المقبرة وهو عازم على التعرف على السبب ومصدر تلك الأصوات. وبمجرد فتح الباب مرة أخرى بدأت أصوات الأغاني ترتفع، وإذا بصرخة عالية ترعبه. ليغلق الباب بسرعة ويعود إلى دراجته متجها إلى المنزل. وفي اليوم التالي وبنفس التوقيت تقريبا تكرر نفس المشهد، ولكن دخل علاء المقبرة هذه المرة ومعه مصباح إنارة بيده ليستطيع الرؤية بالداخل. فتح علاء باب المقبرة وتحرك خطوتين إلى الداخل، وإذا برياح شديدة تغلق الباب من خلفه لينتفض قلبه رعبا. حاول علاء فتح الباب ولكن دون جدوى. بعد عدة محاولات يائسة اضطر علاء للاستدارة ليرى ما يحدث بالمقبرة. إنها نفس السيدة العجوز، ولكن عيناها تتوقدان نارا، وفمها مفتوح كبئر عميق ليس له نهاية. الذراعان طويلتان حتى الأرض، والشعر أبيض طويل كالذيل من وراءها. يا الله، ما هذا المشهد!
تحرك السيدة لتضع يدها على كتف علاء، وإذا بالصدمة، لقد اخترق كتف علاء يد السيدة وكأنها هواء. توقف علاء لحظة مذهولا مما يرى، وفجأة اندفع للخلف بقوة، منهارا على الباب يركله بيده وقدماه. توقف علاء للحظة مذهولا مما يرى، فجأة اندفع للخلف بقوة، منهارا من البكاء وإلى الباب يركله ركلا شديدا حتى تنكسر قدماه وتنكسر الباب أيضا. والخروج عقدا لم يتوقف للحظة، ولم تسول له نفسه النظر خلفه لوهلة ليرى ما إذا كانت تلك العجوز واقفة أم اختفت. كلما استطاع سمعوه هي الأصوات متقطعة لضحكات استمرت تلاحقه لمسافات طويلة. ظل علاء يركض تاركا دراجته البخارية أمام باب المقبرة. دخل منزله وأغلق جميع الأبواب والنوافذ، واختبأ في سريره وهو يتردد ويقول بآيات قرآنية حتى هدأت نفسه وخلد إلى النوم. وفي الصباح ذهب خالد مع أحد أصدقائه ليحضر دراجته ليتفاجأ بأنها في نفس المكان، وأن باب المقبرة الذي كسره في الليلة أمس تم تصليحه وإغلاقه بقفل كبير لم يكن موجودا، وكأن شيئا لم يكن. أيعقل أن تكون تلك العجوزة هي من أصلحت الباب وأغلقته على نفسها، أم أن حارس المقبرة هو من فعل ذلك؟ ولكن كيف أصلحه في ذلك الوقت القصير؟ ومنذ ذلك اليوم لم يجرؤ علاء السير في هذا الطريق أبدا مجددا. هذه القصة أيضا من وحي خيالي، وإن عجبتك فلا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.